السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات أم أيوب المغربية في مصر. كل سنة وانتم طيبين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم قلت نشارك معكم الفقاص، اللي هي حلوى من الحلويات ديالنا اللي كنديروهم في المناسبات ومن غير مناسبات، يعني اللي كنبغيو يكون عندنا ديما في الدار. ان جا ضيف على غفله كيلقى اللي تحطيه مع البراد ديال اتاي. حنا كنفطروا به، يعني المغاربه كلهم يعني الصراحه ما كيخطاهمش. وجيت اليوم نشاركوا معاكم ونشرب معكم الطبيله ديال اليوم العيد، والفقاص على طريقه اختي، الطريقه ديال اختي اللي زوينه ديال الفقاص اللي كيخرج بزاف. المهم نبداو المقادير ديالنا ديال الفقاص. هنا حنا دايرين المقادير مدوبله، يعني عاملين كميه على مرتين. وحاطين 12 بيضه و3 كوبايات سكر، وحاطين قبسة ملح. تعرفين الملح سنة وفي نفس الوقت لتحسين الذوق. و4 كوبايات زيت، 4، لأن لو كنتي حاطة نص المقادير غتحطي بس كوبايتين وتحطي 6 بيضات، كوباية ونص سكر. بس احنا عملناهم على مرتين. المهم هم ال4 كوبايات، كوبايات يعني كاس العنبة كما كنقول لهم انا. وهكتب لكم يعني بالمليلتر كم مليلتر، عشان برضو اللي ما عندوش كاس العنبة، ما مش عارف كاس العنبة، هيعمل بالمقاس. المهم هنا حطينا شوية نافع وشوية زنجلان اللي هو السمسم واليانسون، يعني بتحطي حبة كده صغيرة عشان تيجي فيه يعني توزعها، وشوية اللوز متقطع. يعني ده موجود، يعني لو مش موجود ممكن برضو تعملي السوداني، يعني اللي في استطاعتك تعملي وتقطعيه كده. وحطينا بيكنج باودر اللي هو خميرة الحلوى. هنا حطينا 4 لأن البيكنج باودر هذا صغير. هنا في مصر ممكن تحطي بيكنج باودر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 2 بيكنج باودر عوض ال4 بيكنج باودر مغربية. أنا الصراحة كتعجبني البيكنج باودر المغربية، كنجيبها معايا ديما، ولكن للأسف كيجي وقت كتسالي لينا ما كتخلص وكتبرد، ما ينفعش تطول. المهم نخلطوا الخليط كله بالراحه تيتجانس كل المواد كلها اللي احنا حطيناها، والمقادير كلها تتجانس مع بعض. تتولد تحسي بها كلها صافي، ولات كلها واحد، خليط واحد. ومن بعد نبداو نحطوا الدقيق شويه بشويه. الدقيق على حسب الخليط حتى تجمع لنا العجينة. ولكن يعني العجينة ماشي نقصحوها كتير، ما تكونش يعني قاصحة كتير. غادي نديرو غير شوية بشوية دقيق ونخلطو غير بيدينا باش نتحكموا في العجينة، باش ما تجيناش قاصحة وفي نفس الوقت ما تجيناش طرية كتير، يعني بين وبين، يعني في الوسط. المهم كملنا العجين، غادي باش نقطعوه. شوفوا اللمسه ديالتها يعني طريه عفوا طريه، و يعني تقدري تتحكمي فيها في العجين وما تلصقش في نفس الوقت على يديك. المهم تقطعيها كويرات على قد القطعه اللي انتي عاوزه تشكليها، حريبلات كيف كنقولوا حنا. احنا بنعملهم، معلش يا جماعه عشان اشرح برضو اي مصريه عايزه اهو زي ما قلت لكم، يعني بيتعمل، يعني معلش اشرح للمصريين، بيتعمل زي شكل الفينو، بس الفينو الكبير مش الصغير. وبرضو بنعمله يعني الطول بتاعه بنعمله على قد الصاجة اللي احنا هنحط فيها. المهم بنشكله كده بنحطه في الصاجات. بس نوسع يعني نوسع
ما بين واحدة وواحدة نخلي وسع لأن كيخمروا شوية، ممكن يلزقوا ولا حاجة، عشان كده بنوسع عليهم. ونجيب بيضة مع شوية كاكاو، نمزجهم كويس، نخلطهم كويس عشان نزينوا بيهم الفقاص بتاعنا، لأنه من غير تزيين ولا حاجة يعني هو مش هيفضل كده. المهم كنحطوه، نجيبه في الفرشة، كندهنوا الفقاص تاعنا كله، كنغطيو الجهة اللي فوق، كنغطوه كله باش نزينه بالشوكة. ناخدو الشوكة ونزينه بالناحية الشمال، من اليمين للشمال. بعد ما نخلص كده نرجعو تاني ناخدو من اليمين للشمال باش التزيين يعني ديال الفقاص كيجي شكله زوين، يعني يفتح النفس. ساعات الشكل بيخليك تاكل اكتر من المذاق في اي حاجة، يعني الشكل كيكون برضو مهم. العين كتاكل قبل من الفم. المهم احنا كنزينوهم، وكنوجدوا الفران، نسخنوا الفرن عشان نحطوهم، بس ما نحمروهمش كتير، احنا 2 ولا 3 تحمروا مننا، بس مش مشكلة يعني، ما جوش متحمرين قوي، بس برضو حلوين، لان لسه بعد ما بيتحمروا لسه يتحمروا مرة تانية، عشان كده بقول لكم ما تحمروهمش قوي. المهم هو ده الشكل بتاعهم بتاع التزيين. باش ندخلوهم الفرن، وخلوا بالكم من التسوية بتاعتهم، لان بيستووا بسرعة، يعني بيتحمروا بسرعة، ما تسيبوهمش يتحمروا قوي، يعني يمسكوا نفسهم بس. خلوكم معانا تشوفوا. المهم هو بعد ما طلعناه من الفرن كما قلت لكم ما يكونش متحمص ولا متحمر قوي، هما في 2 ولا 3 كده تحمر شوية، ولكن مش مشكلة يعني، مش قوي، بس برضو قوم حلوين. المهم سبناهم لما يبردوا 4 ساعات، وعاد بدأنا نقطعهم، لأن لو قطعناهم سخان مش هيفضل فيهم حاجة، عشان كده بنسيبهم لما يبردوا عاد بنقطعهم. وهي دي طريقة التقطيع بتاعهم. بصوا بيجي عامل ازاي، لأن لسه هنحمرهم. انتم كتشوفوهم بيضين، ولكن لسه يتحمروا في الفرن. خليكم تشوفوا. المهم هذا هو الشكل من اللي كنقطعوه، نتوما كما انتم شايفين. كنحطوه تاني في الصاقة باش نحمروه وندخلوه يتحمر، ولكن كيتحمر بسرعة بتولوا عليه غير شواية من فوق، وتخلوا بالكم منه لانه يتحمر بسرعة، وما تهرش لينا كتير. هي الحبة دي من المقدار كامل اللي احنا عاملينه، الحبة دي هي اللي تكسرت منه. بصوا والله جميل، والنكهة النكهة بتاعت النافع والسمسم، يعني السمسم واليانسون جاية جميلة جدا جدا. انتوا عارفين يعني طعم السمسم. بعد ما حمرناه، هذه هي الطريقة النهائية ديالته. حاولوا تجربوه وما غتندموش، وبالصحة والراحة مسبقا. وشكرا على دعمكم، وما تنسوش لايك واشتراك، ودمتم في رعاية